غريبتنا النهاردة ليها أكتر من شكل. هنعمل مع بعض الغريبة بالزبدة، وممكن نستبدل الزبدة بالسمنة. تعالوا نشوف مع بعض المقادير. نص كيلو دقيق، ربع كيلو زبدة أو سمنة، لو عايزين الغريبة ناعمة قوي نستخدم سمنة، و200 جرام سكر بودرة، وهحتاج معايا لون أحمر، هحتاج كمان عجوة عشان هنحشيها. الغريبة بنبتدي ننعم الزبدة جدا أو السمن لغاية ما يبقى لونها أبيض فاتح. بعد كده بننزل عليها بالسكر البودرة، وبرضو نضربه كويس قوي مع الزبدة أو السمن لحد ما يعمل فوم حلو كده. وبعد كده بننزل عليه بالدقيق. أنا هعمل 3 أشكال النهاردة أو 4 أشكال من الغريبة. هعمل غريبة ريد فيلفت، وهعمل غريبة عادية، وهعمل الغريبة المحشية عجوة بمية الزهر. انا زي ما انتوا شايفين انا بضيف الدقيق اهو، وما تضيفوش الدقيق مرة واحدة، لان على حسب نوع الدقيق هيديكوا العجينة بتاعة الغريبة. الغريبة طبعا من النواعم، والنواعم ما بتتعجنش. بعرف ازاي ان انا بقيت تمام، ان انا باخد جزء من العجينة واضغطها بين ايديا. شلت جزء ابيض، وبقيت العجينة حطيت عليها لون احمر، سواء جل او سايل او باودر. بس لو هتستخدموا الالوان الباودر خلي بالكم ان عليها ملح، فما تكتروش منها. ادي عجينة الغريبة الريد فيلفت. هنبتدي بقى نشكل. انا عندي هنا الريد فيلفت هعمل منها شكلين. شكل هيكون ريد فيلفت سادة، والشكل التاني هيكون مع عجينة من اللي هي البيضة. طيب الغريبة اللي هي بالمحشية عجوة، انا بجيب الفستق الكداب عندي وبخلطه بشوية من مية الزهر. ببتدي اشكل الغريبة لصوابع، وبحشيها بالعجوة. العجوة دي انا خلطتها بمعلقة من السمنة، وحطيت عليها شوية من مية الزهر. ببدأ احشي الغريبة بتاعتي واقفل عليها كويس، وادحرجها في الفستق الكداب بتاعي اللي هو انا حاطه عليه معلقتين من السيرب التقيل وعليه مية زهر. وبعد كده بقطعها، وبحاول يكون حجمهم متساوي على قد ما اقدر. الغريبة المحشية عجوة دي بيبقى طعمها حلو قوي، جربوها يعني هتعجبكم جدا. بعد كده بعمل الشكل العادي بتاعنا بتاع الغريبة اللي احنا متعودين عليه. بكورها وبحط في النص اي حاجة كده تدي منظر. ده عندي كريسبي، دي اللي هي الغريبة ريد فيلفت. نفس الكلام هحط لها برضو كريسبي ابيض عشان ينورها. والشكل الثالث زي ما هتشوفوه دلوقتي بعمل 6 كور من العجينة البيضة والحمراء، وببتدي احطهم بالتبادل مع بعض. وبعد كده بجمعها على ايدي، بلفها لفة، وبتديني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. الغريبة هنا بتطلع فيها قرشة شوية، ما بتبقاش ناعمة عشان دي بالزبدة. اللي بيحب الغريبة ناعمة قوي بيستبدل الزبدة بالسمنة، هتطلع معاه غريبة ناعمة وفي نفس الوقت ما بتبصمش، هتطلع هايلة جدا. زي ما انتوا شايفين انا كملت الصاج، وهدخله الفرن رف اوسط على 160 170 بالكتير قوي يا جماعة. ما تزودوش الحرارة. الغريبة بتخرج زي ما دخلت، ما بتبقاش متغير لونها، يا دوب بتاخد تاتش خفيف من السوا من تحت، والوش بيكون زي ما هو. زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين ما بتبصمش في ايدي ولا اي حاجة خالص. بنسيبها لما تبرد خالص، ما تحركوهاش من الصاج الا لما تكون باردة تماما. ما بنفتحش للغريبة الجريل خالص، من تحت بس 160 170. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين.